السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بأسعد صحة وأحسن حال. بفكركم لو لسه أول مرة تتفرجوا على القناة بتاعتي ما تنسوش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا الإشعارات الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الإعجاب بيه. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة للغداء أو للعشاء بسيطة وسهلة خالص، وإن شاء الله مش هتاخد معانا وقت، وفي نفس الوقت لما بنشتريها من بره بيكون سعرها غالي جدا ومكلف جدا. النهاردة إن شاء الله هنعمل زي وصفتين خفاف كده وحلوين قوي لأطفالنا. يلا بقى صلوا على النبي وتعالوا بينا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنحمر البطاطس ونحمر استريبس، سواء بقى البطاطس والاستريبس عاملاهم في البيت او جايباهم جاهزين. لو هتجيبي بطاطس فرم فريس مفيش مشكلة، ولو هتجيبي برضو استريبس جاهز مفيش مشكلة، بس خليكي دايما في اطياب نوع بيبقى حلو. هنجيب بقى زيتون تكون متقطع، او انا بحب استخدم الزيتون الاسباني، وعندك طماطم وعندك فلفل، وهستخدم مجموعة من الجبن. انا بحب استخدم جبنة طعمة جدا الشيدر، طعمها بيدي طعم حلو جدا جدا للكريبات وللبطاطس السوري بشكل مش طبيعي، بيبقى احلى كمان من اللي بيتباع بره. وهستخدم كمان جبنه رومي، انا بفضلهم عن الجبنه الموتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا مجرد بتديني مطه، لكن الطعامه بجد بتبقى في الجبنه اللي هي الرومي والجبنه الشيدر. هبدأ أجيب العيش السوري بتاعي. خلي بالكم أنا مستخدمة هنا حاجات شبه جاهزة، يعني بمعنى إن أنا جايبة العيش السوري جاهز. أنا بخف عليكي دلوقتي. أنت عشان تجيبي سندوتش بطاطس سوري، أقل سندوتش خالص في المناطق الشعبية 18 جنيه، والكريب أقل كريباية خالص بتكلفك 40 جنيه من بره، ده في المناطق كمان الشعبية. كل ما طبعا المنطقة بترتقي كل ما بيكون السعر كمان أغلى. هنا طبعا هنوفر جدا، وهنجيب نفس الحاجات الخامات اللي هما بيستخدموها بس هنعمله في البيت، فيوفر معايا كتير لو احنا 5 أو 6 أفراد. هنا هبدأ أعمل البطاطس السوري. ابتديت أتني الكريبايه بتاعتي او العيش السوري بتاعي بالشكل دون من جنبين وبعدين من على الحرف، وابتديت احط شويه من التوميه. طبعا التوميه دي انا عاملاها في البيت وكنت حطاها في الفريزر، طلعتها هديت وابتديت استخدمها. وحطيت كمان مجموعه من البطاطس بقى المحمره، وزي ما قلت لكم في فرم فريتس او بطاطس انتي قليها مفيش مشكله. وهبدا احط زيتون مخلل، وقطعت شويه من الفلفل، وهبدا احط كمان جبنه رومي، وهنحط كمان جبنه دومتي. في بعض المحلات بتحب تحط عليها الخيار المخلل يا جماعه، دي طبعا حسب هوايتك، انت حابه تحطي خيار مخلل براحتك، مش حابه مفيش مشكله، بس هي اساسيها طبعا اللي هي التوميه. التوميه ممكن ابقى انزل لكم مقاديرها في قلب صندوق الوصف، او ممكن اعملها معاكم لو انتوا حابين قولوا لي في التعليقات وابقى اعملها معاكم مخصوص. امر هي عمايلها سهله خالص وما بتاخدش وقت، وبعمل منها كميه بحطها في الفريزر بستخدمها في السندوتشات على طول. ابتديت بقى هنا احط مايونيز واحط كاتشب، طبعا دول حسب ذوقك لو انت بتحبي او لا. اقسم بالله يا جماعه السندوتش دون اللي هو اللي انت تشوفي بتجيبي ب 18 جنيه، طبعا هم ما بيحطوش كم الجبن بالشكل دون، او ما بيحطش نفس الكميه اللي انت حطاها دي وبالشكل دون. اقسم بالله بتاع البيت اطعم 1000 مره من بتاع بره. يعني اكلت بتاع بره في كذا مكان مش بنفس الطعم بتاع البيت ابدا، انك بتحطي جبن محترمه واكل وحاجات محترمه زي نوع فراخ مثلا محترم مستخدماه، او عاملاه في البيت محترم حاجه محترمه مستخدماها، بيبقى اطعم طبعا من بتاع بره بكتير. الكريباه بقى ام 40 جنيه، تعالوا نعملها في البيت مفيش اي مشكله خالص. الكريبايه قسمتها زي اتنين كده، وابتديت اوزع الاستريبس بتاعي، او لو انت عايزه تستخدمي السوسيس اي نوع حشو انت عايزاه. وابتديت احط عليها برضو فلفل رومي، عايزه تحطي فلفل حراق مفيش مشكله، وبنحط الزيتون وطماطم، وقطعت برضو جبنه رومي. كلها يا جماعه ما بتاخدش معاكي ثواني. وهنبدأ برضو نحط من الجبنة الشيدر. وطبعا لو انت اي حاجة من الحاجات دي عايزة تستغني عنها خلاص براحتك، يعني في ناس ما بتستخفش مثلا الزيتون خلاص ما فيش. في ناس كتير قوي ما بتحط الزيتون بره في المحلات، وفي ناس بتحط، يعني على حسب ما انت بتطلبي منه او لا. وفي محلات اصلا اوريدي ما بتحطش الزيتون، فانت لو مش حابة حاجة من الحاجات دي تحطيها مفيش مشكلة. بس انا باكد على موضوع الجبن يا جماعة، الجبنة الرومي مع الجبنة الشيدر دي طعمهم بيبقى تحفة جدا جدا جدا، فحاولوا فعلا تجربوها بالشكل ده. ابتديت هنا احط بقى الجبنه الشيدر زي ما بقول لكم كده، وهنبدا نحط برضو الكاتشب والمايونيز، ده طبعا برضو حسب الرغبه بتاعتك. ابتدينا نحط اهو المايونيز. شوفي بقى انت عشان تعملي وجبه زي كده، سواء وجبه غدا او وجبه عشاء، وانتوا مثلا اسره مكونه من 5 افراد، شوفي المبلغ اللي هتدفعيه قد ايه. لكن هنا يا دوبك كيس ستريبس ممكن تجيبيه او تبقي عاملاه في البيت، ومع مجموعه الجبن الموجوده عندك في البيت وشويه من الخضار، وتعملي لهم احلى كريب مش هيتكلف معاكي في البيت يمكن اقل من نص الثمن.
وادي الكريبايه بتاعتي. خلاص انا بجهز المجموعه يا جماعه كلها اللي انا هعملها، وابدا احط على النار. شايفين شكل الكريبايه؟ طبقناها زي المثلث كده بالظبط. هبدا بقى ايه، طاسه واحط فيها، بس اهم حاجه طبعا تكون طاسه تيفال، او لو عندك صينيه تيفال اي حاجه. وابدا احط فيها الكريبايه بالشكل دون، طبعا بعد ما دهنتها زيت خفيف خالص. وابدا احط برضو سندوتش البطاطس السوري او العيش السوري، بطاطس السوري بالشكل ده. هي يا دوبك ما بتاخدش معاكي ثواني وبيبدأي تقلبيه على الناحية التانية. في ناس هتقولي انت مستخدمة العيش السوري عاملة بيه كريب، هقول لكم والله بيبقى احلى من الكريب نفسه. ليه بقى؟ لانه بيبقى خفيف يا جماعة، العجينة بتاعته بتبقى خفيفة مش دسمة زي الكريب. الكريب بيبقى دسم شوية. يعني لو انت هتعمليه في البيت ممكن تاكلي سندوتشين من ده او كريبتين من ده، لكن بره ممكن تاكلي واحدة بس تلاقيها لكمتك. لكن ده هادي كده يا جماعة وخفيف، يعني جربوه هيعجبكم قوي. حمرته من الناحية دي وابتديت اقلبه على الناحية التانية، وطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله، شكله ايه، روعة. وطبعا لو انت ما بتحبيش شغل البيت بالطريقه دي، هتبقى كل حاجه بالنسبه لك سهله، ان انت جايبه كل الحاجه جاهزه، يا دوبك بتعملي عمليه حشو بس للكريبات بتاعتك او العيش السوري بتاعك. فبيطلع معاكي تحفه جدا، وفي نفس الوقت بتوفري وما بياخدش وقت. وخصوصا لو ما عندك اولاد مثلا كبار ولا حاجه، ممكن كمان كل واحد بيحشي الكريبايه بتاعته بالشكل اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت بيوفر عليكي وقت كبير جدا. بصوا بقى شكله لما بيتقطع ما شاء الله. حتى الجبن هنا برضو بتشد، يعني مش اي. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، والسلام عليكم.